في منتجات كتير بنستخدمها كل يوم في حياتنا اليومية، بيجمعها اسم واحد عليها كلمة صنع في ألمانيا. مسحوق برسيل في غسيل الهدوم، وفرشة السنان، ومكنة الحلاقة، وأدوات المطبخ، والمكنسة الكهربائية، والشنيور، وحتى القلم الرصاص. عشان كده هنحاول نعرف النهاردة أهم 5 منتجات ألمانية ناجحة ومنتشرة في العالم، وإيه القصة ورا اختراعها ونجاحها، وإزاي كسبت ثقة الناس ودخلت في المطابخ وموتور العربية والبيوت والمصانع. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقول لي رأيك في التعليقات. أول منتج مسحوق الغسيل برسيل، المنتج اللي غير معنى النظافة في العالم. قبل سنة 1907 كان الغسيل مهمة صعبة ومتعبة جدا. كان الستات لازم يغلوا الهدوم لفترات طويلة وتفركها يدوي بالإيد على لوح الغسيل الخشب عشان تخرج البقع، وكانوا بيستخدموا صابون خشن ومبيضات كيماوية زي الصودا والبوتاس ومركبات الكلور القديمة اللي كانت بتأثر على القماش وتضعفه مع الوقت. باختصار كان أيامها الغسيل يوم كامل من التعب عشان توصل لنتيجة، لحد ما ظهر فريدز هينكل مؤسس شركة هينكل، شركة صغيرة للمنظفات، في المعمل بتاعه في ألمانيا في مدينة اسمها دوسلدورف الألمانية. كان بيفكر ازاي يقلل المجهود والتعب في الغسيل ويوصل لنتائج أفضل عشان يوصل لتنظيف أكتر بياض ويحافظ على القماش. فجات له الفكرة في تركيبة مسحوق، ازاي نخلي الاكسجين ينظف ويشتغل بدل الايد. كان الكيميائيين يعرفوا ان الاكسجين هو اقوى مبيض طبيعي، لكن المشكلة كانت في طريقة حبس الاكسجين جوه مسحوق جاف تقدر تبيعه وتستخدمه. فبعد تجارب كتيرة في مختبرات شركة هينكل، وصل الفريق لتركيبة المسحوق العبقرية في سنة 1907. استخدموا مادة اسمها بيربوريت الصوديوم، ودي اللي بتطلق الأكسجين لما تسخن المية، وضافوا عليها مادة اسمها سيليكيت الصوديوم، ودي اللي بتشتغل كمثبت وبتساعد في إزالة البقع والأوساخ. عشان كده اتسمى برسيل. خدوا أول 3 حروف من كل مادة، بيربوريت وسيليكيت، أول 3 حروف من كل مادة، فبقى اسمه برسيل. وفي يوم 6 يونيو 1907 تم طرح برسيل في الأسواق الألمانية كأول مسحوق غسيل ذاتي المفعول في العالم. وهينكل عشان يعلن عن المسحوق ده في وقت ما كانش فيه تلفزيون ولا انترنت، ابتكر فكرة جديدة برضه في التسويق، هو اللي أسسها. كانت الفكرة لما طلب هينكل من مجموعة من الرجالة يعملوا إعلان بأنهم يلبسوا بدل بيضة ناصعة تماما ويمشوا في مجموعات منظمة في شوارع المدن الكبيرة زي برلين ودوسلدورف وهم شايلين علب برسيل كبيرة. ودي كانت أول حملة إعلانات ميدانية في التاريخ الحديث، وهو برضو اللي اخترع الطريقة دي في التسويق. بعدها بكام سنة عمل حملة إعلانات اسمها دي فايس داما، السيدة البيضاء. في سنة 1922 طلب هينكل من رسام كاريكاتير مشهور اسمه كوات هايليجنشتات يصمم بوستر لعلبة برسيل. فقام الرسام رسم خطيبته هي لابسة فستان أبيض اشترته من واحد من أرقى دور الأزياء في برلين وهي ماسكة علبة برسيل، وفضل البوستر ده هو الوجه الإعلاني لعلبة برسيل لحد الستينات وتعرفت بيه. تاني منتج براون، قصة البساطة اللي صنعت الثقة. في مرة سألت نفسك ليه لما بتشوف أي منتج لشركة براون، ماكينات الحلاقة، الخلاطات، الغلايات، ومكنة القهوة، وأجهزة قياس ضغط الدم والساعات، بتحس براحة نفسية لأن التصميم بسيط مفهوش تعقيد؟ فالموضوع ده مش صدفة، دي فلسفة ألمانية غيرت شكل الأجهزة اللي بنستخدمها كل يوم، لدرجة إن شركة أبل نفسها اتعلمت منها. تعالوا نعرف قصة براون من الأول. الحكاية بدأت من ورشة صغيرة سنة 1921 في ألمانيا في مدينة اسمها فرانكفورت مع مهندس ألماني عبقري اسمه ماكس براون. ماكس بدأ بورشة صغيرة لتصنيع أجزاء الراديو، وده أصل اسم الشركة. براون هو اسم عيلته. بعد الحرب العالمية التانية ولاد ماكس آرثر وأروين استلموا الشغل وقرروا انهم عشان يعملوا اسم للمنتجات دي لازم يكون شكلها شيك ومتينة تعيش وتبقى سلعة معمرة. ففي الخمسينات
أطلقوا أول مكنة حلاقة كهربائية اسمها S50 أو S50، ومن هنا بدأت براون تتعرف في عالم الأجهزة لحد ما وصلنا بعدها لعصر ديتر رامس العبقري اللي ألهم ستيف جوبز. وهنا بقى السر الحقيقي لنجاح تصميمات وأجهزة براون. لما براون وظفت مصمم عبقري اسمه ديتر رامس، الراجل ده حط قاعدة ذهبية بتقول فينيجا أبا بسا، يعني أقل ولكن أفضل، بمعنى أن التصميم لازم يكون بسيط وواضح بحيث الطفل الصغير يفهم الجهاز بيشتغل إزاي بسهولة. فلو بصيت على أول جهاز آيبود من شركة أبل هتلاقيه شبه تصميم راديو T3 بتاع براون في الستينات. حتى ستيف جوبز مؤسس أبل وجوني آيف رئيس التصميم الصناعي في شركة أبل أعلنوا ده وقالوا إن براون هي الملهم الأول ليهم. تالت منتج بوش، الاسم اللي قرر يبقى في حياتنا اليومية لأنه موجود في موتور عربيتك وفي مطبخك وحتى في المصانع الكبيرة. الحكاية بدأت سنة 1886 في مدينة اسمها شتوتغارت الألمانية. بطلنا هو روبرت بوش، مهندس ومخترع ألماني. في بداياته روبرت عمل اختراع بسيط بس عبقري، ماجنت تسوندونج، الإشعال المغناطيسي. ده الجهاز اللي بيعمل الشرارة عشان موتور العربية يشتغل. قبل الاختراع ده العربيات كانت بتعاني عشان تدور، بس بوش خلى المواتير تدور من أول لمسة. ومن هنا بوش بقى شريك أساسي لأكبر شركات العربيات في العالم زي مرسيدس وبي ام دبليو وغيرهم. روبرت بوش كان عنده جملة هي اللي خلت شركته تكبر، كان بيقول ليبا جلد فعليغن ألس فاتغاوة، يعني أفضل إني أخسر فلوس على إني أخسر ثقة الناس في وعودي. عشان كده شركة بوش كانت أول شركة في العالم تقدم خدمة ما بعد البيع بجد، وأول شركة تهتم بصحة العمال وتخلي ساعات العمل بتاعتهم 8 ساعات بس في وقت كان الكل بيضغط على العمال فيه. بعدها شركة بوش قررت تدخل مجالات تانية غير العربيات، فقررت تدخل البيوت. في المطبخ عملوا أول تلاجة كهربائية وأول غسالة ديجيتال بتفكر لوحدها، وغسالاتهم ومكانسهم مصممة بنظام كتم صوت يخليك تشغلهم وطفلك نايم جنبك عادي. رابع منتج فرشة الأسنان أورال بي الذكية. الحكاية بدأت سنة 1950 في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، والبطل هنا هو دكتور أسنان اسمه روبرت هاتسون. دكتور روبرت لاحظ إن الفرش اللي كانت موجودة وقتها ناشفة جدا وبتجرح حلتها، فقرر إنه يصمم فرشة بنفسه، وعمل أول فرشة فيها شعيرات نايلون ناعمة ومكثفة جدا، سماها أورال بي 60. أورال بي 60 و60 ده كان عدد مجموعات الشعيرات اللي فيها. طب ليه اتسمت أورال بي؟ أورال يعني فمي أو حاجة متعلقة بالفم، بي اختصار كلمة برش يعني فرشة، فهي ببساطة فرشة الفم، اسم مباشر عشان يثبت في دماغ الناس. وهنا بقى تيجي الخلطة السحرية أو النقلة اللي نجحت شركة أورال بي في التمانينات. شركة براون الألمانية اللي لسه حكيين قصتها اشترت أورال بي، فتخيل لما نجمع خبرة دكاترة السنان الأمريكية مع دقة الهندسة الألمانية، النتيجة كانت أول فرشة سنان كهربائية حقيقية في العالم. ومن هنا ظهرت فكرة الراس المستديرة اللي بتلف، واللي بقت علامة مسجلة لأورال بي لأنها ببساطة بتقدم مزايا الأدوات اللي الدكتور بيستخدمها في العيادة. ومع الوقت أورال بي كملت تطوير، فزودت حساس الضغط في الفرشة، وهي أول شركة تعمل فرشة تزمر أو تنور أحمر لو ضغطت جامد على أسنانك عشان ما تجرحش اللثة. وال AI أو الذكاء الاصطناعي دلوقتي الفرشة بتتوصل بالموبايل وبتقولك مثلا انت نسيت تغسل الجنب اليمين فوق، فبنت الثقة ان هي بقت الاسم رقم 1 اللي دكاترة السنان نفسهم بيستخدموه في بيتهم. خامس منتج فيبر كاستل، اقلام الرصاص واقلام الالوان. ما كانش مجرد قلم رصاص بسيط، بس القلم ده بالذات هو اللي رسم لوحات فان جوخ وكتب مقطوعات بيتهوفن، وحتى ملك الموضة الألماني كارل لاجرفيلد ما كانش بيعرف يرسم فساتينه غير بيه. فاحنا بنتكلم عن فيبر كاستل، أقدم وأكبر شركة أدوات مكتبية في العالم.
الحكاية بدأت سنة 1761، يعني من أكتر من 260 سنة، في قرية صغيرة جنب مدينة نورنبرج الألمانية. بطلنا هو كاسبر فابر. كاسبر كان نجار شاطر، فبدأ يصنع أقلام رصاص في ورشته الصغيرة ويبيعها في السوق، والموضوع فضل بيزنس عيلة صغير لحد ما جه حفيده لوتر فون فابر. لوتر هو اللي عمل الثورة في مجال الأدوات المكتبية، فقرر إن قلم الرصاص لازم يكون منتج فخم، وهو اللي حدد طول وسمك ودرجات صلابة القلم اللي العالم كله ماشي عليها لحد النهاردة. طب ليه سموها فابر كاستل مش فابر بس على اسم العيلة؟ القصة إن حفيدة لوتر الوريثة الوحيدة للشركة اتجوزت من عيلة ملكية قديمة اسمهم كاونت كاستل. عشان الاسم القديم للشركة فابر ما يضيعش والاسم الملكي كاستل يضيف فخامة للاسم، فدمجوا الاسمين وبقوا فابر كاستل. حتى الشعار بتاعهم اللي فيه فارسين بيحاربوا بعض بأقلام رصاص جاي من تراث عيلة كاستل الملكية. طب ليه فابر كاستل نجحت وانتشرت في العالم؟ لأنها بتقدم الجودة الألمانية. القلم بتاعهم الرصاص فيه محمي من الكسر بتقنية اسمها ال SV، لو وقع منك ما يتكسرش بسهولة. السبب التاني تنوع المنتجات اللي بيقدمها. بيقدم قلم لكل الناس، من أول القلم الرصاص العادي اللي مع الطالب في المدرسة لحد أغلى قلم رصاص في العالم اللي مصنوع من خشب الزيتون والذهب. تالت سبب إن هما بيحبوا الطبيعة وبيحبوا يحافظوا على الطبيعة. الشركة دي عندها غابات كاملة في البرازيل بتزرع فيها شجر مخصوص عشان تصنع منه الأقلام، يعني بيزرعوا أكتر ما بيقطعوا في الشجر. ففيبر كاستل أثبتت إن مهما التكنولوجيا اتطورت هيفضل ملمس القلم على الورقة هو أساس كل فكرة عظيمة. الشركة دي مش بس بتبيع أقلام، دي بتبيع أدوات الإبداع اللي بتخليك تخرج اللي في خيالك للعالم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.